شهد حفل افتتاح فعاليات كأس العالم في قطر الأحد الماضي لقاء ثلاثيا جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس المصري وملك الأردن عبد الله الثاني. وتستضيف قطر بطولة كأس العالم، وهي تقام للمرة الأولى في دولة قطر بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وذكرت الرئاسة الجزائرية في منشور لها على حسابها فيسبوك أن الرئيس تبون أجرى لقاءات ومحادثات جانبية مع قادة دول عربية على هامش المباراة الأولى في مونديال قطر. وقال أمير قطر خلال كلمة الافتتاح أنني من بلاد العرب أرحب بجميع دول العالم للمشاركة في بطولة كأس العالم لعام 2022. وقال أيضا سوف يجتمع الناس على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم في كأس العالم للمرة الأولى في دولة قطر. كما شارك ملك الأردن عبد الله الثاني وولي عهد الأمير الحسين وولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ محمد الأحمدي الجبار الصباح. وكما حضر الحفل نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الثقافة ووزير الرياضة والشباب بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد. ووصول قطر للمشاركة بحفل افتتاح كأس العالم كان من نائب رئيس جمهورية الهند ورئيس الوزراء اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال مؤتمر صحفي بالدوحة أن قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ منذ بطولة أردوغاليا 1930. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك اعمل لايك وشير، واشوفكم بكرة في فيديو جديد.